تأخر واضح في الكلام أو التفاعل. لو الطفل عدى 3 سنين لسه ما بيقولش جمل أو مش بيتفاعل مع حواليه زي بقية الأطفال. لو عنده نوبات غضب شديدة جدا أو عدوانية. لو الطفل بيتعصب بشكل مبالغ فيه، بيكسر، بيضرب نفسه أو بيضرب اللي حواليه. لو في انعزال شديد أو تجنب اللعب مع الأطفال. الطفل اللي بيحب يفضل لوحده دايما ومش بيكون صداقات. لو في تغيرات مفاجئة في النوم أو في الأكل أو في السلوك. طفل كان طبيعي وفجأة بقى يرفض ينام أو يرفض ياكل أو بيعيط من غير سبب واضح. لو طفل عنده سلوكيات متكررة غريبة زي هز الجسم بشكل مستمر، ترديد الكلام، تعلق مفرط بشيء معين. لو طفل عنده صعوبات في التركيز والانتباه بشكل مؤثر، مش بيتابع أي نشاط، بيتنقل من لعبة للتانية كل ثانيتين، ما بيفهمش التعليمات والكلام ده ثابت في البيت، في المدرسة، في النادي. أي تصرف في أذى للنفس أو كلام عن الموت حتى لو الطفل قالها من غير ما يقصد، دي دايما علامة تستدعي تقييم فوري. طب يا دكتور أروح لمين لو لاحظت حاجة من الحاجات دي؟ مش شرط تروح لطبيب نفسي على طول، ممكن نبدأ بتقييم عند أخصائي تخاطب لو الموضوع فيه تأخر في الكلام، أخصائي تعديل سلوك أو أخصائي نفسي للأطفال لو المشكلة سلوكية، طبيب أطفال لو حاسين إن في خلل عام في النمو. المهم إننا نطلب المساعدة من أهل الاختصاص مش من تعليقات الناس اللي حوالينا.